اهلا بكل متابعين ابولو ليج. ريبيرو مشي امبارح، تم اقالته يوم 31/8/2025 بعد اجتماع كابتن محمود الخطيب ولجنة الكورة ومدير الكورة محمد يوسف. تاني يوم على طول الصبح من المباراة اللي اتلعبت مع بيراميدز والاهلي فيها خسر 2-0، على طول عملوا اجتماع، واستنادا طبعا على النتائج الوحشة جدا المدرب الفني ريبيرو ده اللي معرفش ازاي كان موجود في اورلاندو بيدربه، مش فاهم ازاي. فاز من 7 مباريات، مباراة واحدة بس مع النادي الاهلي، فطبعا استمارة 6 واتكال على الله، روح بلدك. طبعا ترتيب الاهلي في الدوري رقم 12. تم اقالته والحمد لله ان عقد ريبيرو كان فيه بند ان هيبقى فيه فترة اختبار 3 شهور. طبعا التعاقد كان معاه يوم 1 يونيو 2025، واخر يوم في التعاقد يوم 31 اغسطس 2025 اللي هي فترة الاختبار اللي بيحق في الفترة ديت لأي طرف من الاثنين، المدرب أو النادي الأهلي، فسخ العقد من تلقاء نفسه بدون أي شروط جزائية. فالحمد لله إن الأهلي مش هيدفع أي شروط جزائية في عقد ريبيرو ده، هياخد حقه بس هو وجهازه في ال3 شهور اللي قعدهم مع النادي الأهلي. مع ألف سلامة. النادي الأهلي آخر 5 سنين لبس 2 مدربين ضعاف وتم إقالتهم، والغريب إن الاتنين تم إقالتهم في نفس اليوم اللي هو امبارح ده 31/8. سواريش وريبيرو، والاتنين تم إقالتهم يوم 31/8. يوم غريب في حياة النادي الأهلي مع المدربين. أنا شايف إننا نحط عماد النحاس فترة مؤقتة. الفترة دي بقى شهر 2-3، المهم إن يبقى فيه استقرار وتعديل الأمور في النادي الأهلي، والفترة دي يتم في اختيار فيها المدرب الفني الأجنبي براحتنا خالص من غير ضغوط خالص، ونشوف السيفيهات كويس وندرس المدرب كويس، ويجي يقعد حبة في مصر يشوف الدنيا ايه مع النادي الاهلي، واحنا كمان نشوفه، عشان نبعد عن قصة ده لسه بادئ، ده لسه مش فاهم، ده لسه مش عارف، والقصة اللي احنا دايما بنروح فيها والحتة اللي دايما بنقعد فيها دي. كفاية بقى، كفاية. ده بالنسبة لريبيرو والنادي الاهلي. نيجي للنادي الزمالك اللي اتغلب امبارح من وادي دجلة 2-1. بصراحة انا مش فاهم، انا بجد مش فاهم لعيبة النادي الزمالك ليه ما بتستغلش الفرص؟ ليه وانت راكب جدول الدوري ليه مش عايز تنفرد بالمشهد وتروح في حتة بعيدة لوحدك؟ الاتنين اللي بيجروا وبينافسوك بشكل شرس، اهلي بيراميدز، الاتنين واقعين. انت هتكسب وادي دجلة تروح في حتة تاني خالص. انما ازاي؟ واضح ان لعيبة النادي الزمالك متضامنة مع جماهير النادي الاهلي. فيا جماهير النادي الاهلي، عليكم ان تحبوا لعيبة نادي الزمالك. الناس دي ما بتحبش يزعلك. انت المفروض تجيب ألبوم صور وتعلقوها في كل حتة عندك، كل ما تضيق عليك الدنيا تروح تبص للصور دي تتفتح الدنيا تاني. لعيبة نادي الزمالك ما بتديش فرصة لجماهيرها انها تفرح. يعني الاهلي اتغلب امبارح، فالاهلي جماهيره حزينة، فرحوه تاني يوم. الاهلي اتغلب امبارح، جماهير نادي الزمالك فرحانة، عكننوا عليهم تاني يوم. يعني اديهم فرصة يا جماعة، يعني اديهم فرصة يفرحوا يحفلوا.
يعني اديهم امل يصدقوا نفسيهم. الحقيقه ان لعيبه نادي الزمالك فعلا مش مديه فرصه للجماهير نادي الزمالك تفرح، بعيد عن الهزار. جماهير قافله الاستاد، وكلنا شفنا الاستاد امبارح، جماهير قافله الاستاد، الاستاد مليان، وانت متصدر الدوري وجايب جون في وادي دجله كسبان. فيحصل السيناريو الغريب بقى والعجيب اللي بعيد عن المنطق، اللي بيحصل من ايام الفراعنه. يقوم محمود الونش يلغي التسلل ولاعيبه وادي دجله تروح تجيب الجون الاول فيتعادلوا، ويقوم احمد فتوح في الجون الثاني يديهم باصه، يلا يا عم روح هات الجون بتاع الفوز. يعني امبارح وادي دجله كسب نادي الزمالك، مع احترامي لوادي دجله طبعا، بس هو امبارح كان هيكسب نادي الزمالك ازاي غير بقى قدام لعيبه نادي الزمالك؟ وده اللي حصل، وبعدها استكمالا بقى للسيناريو العجيب والبعيد عن المنطق زي ما انا قلت، محمود الونش يطرد نفسه بنفسه، يقوم يدي اللاعب بالكوع ويطرد. نيجي لاخونا خوان بزيرة، هو مش مركز خالص، هو مش موجود في الملعب. هو جاب جون في اول ماتش من الدوري لما قلع الفالنه وخد انذار، وشكرا على كده ما اختفى خوان بزيرة، محدش يعرف عنه حاجه. هو الراجل مركز مع اسمه، هو انا اسمي بزيرة ولا غيره، هو مش مركز غير في ده. انما لعب كوره وفنيات ونتيجه لا، ما فيش الكلام ده. وده الدباغ نفس الكلام، هو مش موجود، مش عارف ايه يعني، هو يفوق امتى ولا هنشوف مهارات عدي الدباغ اللي صدعونا بيه امتى يعني. فريرا بقى جاي يقول لك ايه، انا بقى هوريكم العجب في التشكيل اللي انا عامله. طبعا سيف الدين الجزيري بعد المشكله اللي معاه عارفين ان هو ايه، قال مش هيلعب طول ما انا موجود، فهو بره التشكيل اصلا. هو بادئ بمين بقى؟ بادئ بالسيف فاروق جعفر اساسي. انا بقى بقول لك، هو في فريرا قال لك تعالى اوريك مهاراتي بقى في التشكيل، فبادئ بايه؟ بسيف فاروق جعفر، ولعب محمد السيد. اخيرا شفنا محمد السيد بيلعب في نادي الزمالك، محمد السيد المختفي اللي محدش يعرف عنه حاجه، اللي محدش اصلا بيشوفه خالص بيلعب كوره، اللي علاقته زي الزفت باداره نادي الزمالك، وعلاقته زي الزفت بجماهير نادي الزمالك، وعلاقته زي الزفت بجهاز نادي الزمالك، والدنيا خربانه معاه، يلعب اخيرا. بيقول لك بقى انا هوريك العجب في التشكيل. جماهير نادي الزمالك طول المباراه ايه اوه ايه اوه يا عم، ايه صحوا اللعيبه دي، صحوا المدرب اللي قاعد بره ده. انتوا شفتوش نادي الاهلي جماهيره عملت ايه في ريبيرو؟ امشي يا ريبيرو، مشي. الماتش الجاي بتاع الزمالك مع المصري المتصدر الدوري ب 11 نقطه. المصري دلوقتي اول الجدول ب 11 نقطه، والزمالك 10 نقاط، الاثنين هيلعبوا مع بعض. ماتش في منتهى الصعوبه على نادي الزمالك. نادي الزمالك ضيع فرصه غير طبيعيه على نفسه بانه يبعد خالص ويبقى متصدر عن المنافسين. انما ازاي لازم نتضامن مع النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كل المتصدرين في جدول الدوري، المصري، الزمالك، بتروجيت، بيراميدز، فيوتشر، انبي، غزل المحله اللي كسب الاسماعيلي 3-0، سموحه، كل دول لاعبين 5 ماتشات. النادي الاهلي لعب 4 ماتشات لان هو ريح في الاسبوع الثالث.
والاهلي دلوقتي معاه 5 نقاط، يعني لو لعب الماتش الخامس ليه هيبقى 8 نقاط، فهيتحط ويقرب. فالنادي الزمالك طبعا ضيع فرصة اعتقد ان هي مش هتتكرر. اشوفكم في فيديو قادم قريب.